لدوري نجوم العراق بنسخته الثانية للموسم 24-25، ووصلنا إلى لقاء المتصدر أو زاخو صاحب المركز الثاني مؤقتا ب46 نقطة، وضيف النفط صاحب المركز الثاني عشر ب30 نقطة في مباراة ضيفها ملعب زاخو ويقود طاقم تحكيم بقيادة الدولي واثق محمد، يساعده كرار عبد الكريم، هاني إبراهيم، وأمجد كامل حكما رابعا في غرفة الفار أحمد عسكر، يساعده أياد زاحم. ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول، وهذه تشكيلة الفريقين: زاخو علي كاظم بحراسة المرمى بالرقم 12، رمضان صديق 21، علاء رعد 32، شيفان جميل 4، يوسف الآلوسي 17، أمجد عطوان 14، محمد علي عبود 25، ناصر محمد 7، أحمد ياسين 99، ديبيوتي 35، كوستافو هنريكي بالرقم 29. يغيب عن تشكيلة زاخو ثلاثة عمق الدفاع، ثلاثة من المدافعين الأساسيين: محمد أبو حشيش، مارسيلينو وأحمد إبراهيم. الثلاثي يغيب عن تشكيلة زاخو: مارسيلينو، أحمد إبراهيم بسبب الحرمان، ومحمد أبو حشيش بسبب الإصابة. أما تشكيلة النفط مؤلفة من علي ياسين بحراسة المرمى برقم 31، كرار رزاق 34، فاضل كريم 26، جويل تشوفو 5، أحمد خالد 35، سامي هين 77، محمد سادات 55، ستار ياسين 25، رامس 15، أحمد صبري 7، وحيدر حسين بالرقم 9. هذه تشكيلة الفريقين. فريق نادي زاخو قادم من تعادل مع الكرخ بهدف واحد، والنفط قادم من تعادل أمام الجوية بدون أهداف. عند مباراة أمام نفط ميسان أجلت، وننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول الذي يجمع زاخو بالنفط. هذا الحكم اللي أمامنا 19 مباراة، أكثر حكم قاد مباريات هذا الموسم، 19 مباراة و74 بطاقة صفراء، 6 ركلات جزاء، لم يشهر بطاقة حمراء. أكثر الإنذارات كانت في مباراة الطلبة مع النجف والنجف مع أربيل 7 بطاقات. وثالث مباراة لهذا الحكم في شمالنا الحبيب بعد مباراة دهوك وأربيل ونفط البصرة. يليه محمد سلمان وزيد ثامر ب14 مباراة. ننتظر بداية هذه المباراة. هذا الجمهور الكبير اللي منح دورينا متعة، إثارة، حلاوة. شوف الملعب اللي ممتلئ بالجماهير. طبعا مراقب المباراة السيد كاروان سعد، ومقيم الحكام سيروان سلمان في هذه المباراة. هذه اللقطات، الصور التذكارية. ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول. في نفس الوقت هناك مباراة نفط ميسان مع الشرطة، وستعقبها مباراتان أخريتان ستجمع الكهرباء مع كربلاء والقاسم مع الحدود عند 11:30. سهرة رمضانية أتمناها لكم جميلة مع هذه المباراة التي تجمع زاخو بالنفط. مباراة من أجل العودة للصدارة ومن أجل تحسين المواقع بالنسبة لنادي النفط الذي بدأ قويا وتراجع بلا مبرر. ننتظر الآن حكم اللقاء. ما زلنا ننتظر انطلاق صافرة أحداث شوط المباراة الأول. مثل ما ذكرت، أكثر حكم هذا الموسم الدكتور واثق محمد، 19 مباراة. أمجد، الكل يتابع. ننتظر البداية. يبدو زاخو على يسار الشاشة والنفط على يمين الشاشة بزي الأخضر. العد التنازلي، انطلاق الصافرة، وحكم اللقاء يعلن بداية أحداث هذه المواجهة. النفط على يسار الشاشة وزاخو على يمين الشاشة بزي الأبيض. تلعب الكرة، محاولة
من خلال هذه المباراة والتحية لهذه الجماهير ولجماهير دهوك، نقول ألف مبروك لدهوك بعد التأهل على حساب الاتفاق السعودي للمباراة النهائية. كرة ملعوبة بالمنتصف، أمجد يلعب كرة طويلة ملعوبة لديبيوتي، ديبيوتي بينه وبين المدافع كرار رزاق، ديبيوتي مر ديبيوتي مر ديبيوتي مر ديبيوتي وين برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. بداية حلوة سريعة، أول اللحظات أول الدقائق من عمر هذه المواجهة. فريق زاخو خاض 23 مباراة، فاز في 13، تعادل في 7، خسر في 3 إلى 40 عليه 19 نقاط، 46 بالمركز الثاني مؤقتا. فريق النفط اللي خاض 22 مباراة، فاز في 7، تعادل في 9، خسر في 6 إلى 13 عليه 12 نقاط، 30 وبالمركز الثاني 10. تلعب الكرة، محاولة الآن علي ياسين، واحد من الحراس اللي شباكه نظيفة. مرت الكرة الآن، محاولة إلى ناصر محمد برا الملعب إلى ركلة. ناصر محمد اللي سجل في شباك الكرخ هدف التعادل، 4 أهداف هذا الموسم في شباك أربيل، هدفين ديالا والكرخ. وهذا علي ياسين. الحديث يطول عن الحراس وسنتحدث عن الحراس وما في وضع الحراس. رمية جانبية الآن، رمضان يلعب الكرة، محاولة. طبعا علي ياسين في 17 مباراة اهتزت شباكة 13 مرة. فهد طالب في 20 مباراة اهتزت شباكة 11 مرة، أو شباكة نظيفة في 11 مباراة. في 17 مباراة شباكة نظيفة 13 مرة، يعني فقط في 4 مباريات سجل على الحارس علي ياسين. الكرة ملعوبة الآن، تلعب الكرة، محاولة عرضية ملعوبة بالرأس، تنقطع من أحمد خالد، مرة أخرى تشتت الكرة طويلة ملعوبة في وسط الملعب، عادت من جديد كرة إلى على رعد بالمنتصف، تذهب الكرة إلى محمد سادات، رامسيس يحاول، رامسيس يلعب الكرة، تذهب الكرة إلى حسن، ومرة أخرى إلى رامسيس يحاول، رامسيس يلعب الكرة، تعود إلى ساميين يعيد الكرة إلى كرار رزاق، كرار يلعب كرة عالية بالرأس، مقطوعة من دفاعات، ومرة أخرى تسديد، الله برا الملعب إلى ركلة مرمى. كرة ملعوبة من كامل من ستار ياسين. عادل نعمة، شوف المحاولة، وستار ياسين على الطاير يهدر فرصة ثمينة كان ممكن أن يكون منها أول الأهداف. شوف بداية حلوة، مولعة المباراة من البداية، وهذه الكرة الملعوبة من جديد من زاوية أخرى، فرصة هدف أول تضيع على فريق نادي النفط. بعض الأحيان تتحسر على الفرص، هي كم فرصة في 90 دقيقة؟ ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. شوف هذه الحالة من زاوية أخرى، والقرار لسيد الملعب. عادل نعمة يطالب بركلة جزاء. أمس كانت أسرع ركلة جزاء ب49 ثانية للميناء على النجف. كرة بالراس مقطوعة، تلعب الكرة مقطوعة، الكرة من كرار، عادت إلى أحمد خالد، تلعب مرة أخرى بالمنتصف محمد علي عبود، ومن جديد إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. كرار رزاق مع كوستافو المتصدر مع مهند علي ب16 هدفا. 5 دقائق من عمر المواجهة، مباراة مثيرة سريعة بدقائقها الأولى. كوستافو مع كرار، هناك خطأ لمصلحة نادي النفط.
أحمد خالد واحد من اللاعبين المميزين، سجل في شباك القرمة وزاخة والزوراء. خطأ الآن لمصلحة نادي زاخو، نادي النفط. علي ياسين، عالية الكرة ملعوبة، محاولة مقطوعة من جديد. ستار ياسين، محمد سادات، تنقطع وسط الملعب. محمد علي عبود يلعب إلى كوستافو، مقطوعة من جديد، مرت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو، رمية جانبية لزاخو. هذا هو اللاعب أنجيل تيشوفو، رمية جانبية. أحمد ياسين أمامنا بالصورة. علاء رعد اللي يلعب كظهير أيسر بغياب محمد أبو حشيش، مرت إلى علاء، علاء يلعبها قصيرة ومقطوعة. محمد سادات يلعب الكرة يشتتها، طالت الكرة وتعود من شيفان جميل إلى حارس المرمى علي كاظم، اللي استدعي في القائمة الأخيرة في تشكيلة منتخبنا. كل الأماني كل القلوب مع هذا المنتخب اللي يمثل العراق ومباراتين المقبلتين أمام الكويت وفلسطين. مرت الكرة، ناصر محمدو، ناصر محمدو، ناصر يحاول، تعود الكرة وسط الملعب، تمر إلى أمجد. أحمد ياسين كان، ناصر محمدو، والكرة إلى خارج الملعب إلى ركنية لمصلحة نادي زاخو. رمضان صديق أمامنا وركنية لمصلحة نادي زاخو. عادل، 7 دقائق سريعة من الفريقين، واللي محل المباراة اللاعب رقم 12 بتواجده على المدرجات. أمجد الآن على التنفيذ بغياب أحمد إبراهيم بسبب تراكم البطاقات، يحمل شارة القيادة. ركنية الآن لمصلحة زاخو، عالية ملعوبة الكرة بالراس، طالت على رعد. طبعا اعتدنا نشوف علاء كظهير أيمن، لكن للضرورة اليوم أيسر. ومرة أخرى إلى ستار ياسين، هجمة عكسية مرتدة، ستار تأخر، عادت مرة أخرى إلى محمد سادات. سامي تغيير لعب للجهة البعيدة، مرت الكرة تعود إلى أحمد صبري، مرة أخرى إلى أحمد، إلى علما إلى فاضل كريم، ومقطوعة الكرة من دفاعات زاخو، تذهب إلى أمجد. تلعب الكرة، محاولة الآن، أحمد ياسين يحاول، أحمد يلعبها سريعة ملعوبة بعيدة، طالت على كوستافو وإلى خارج ملعب لرمية جانبية لمصلحة نادي النفط. رمية جانبية للنفط الآن، رمية جانبية للنفط. نلعب بالدقيقة 9 من عمر المواجهة، 9 دقائق من نار ما بين الفريقين، ونتمناها أن تبقى على هذا المستوى وأفضل. نبحث عن متعة، عن إثارة، عن أهداف في هذه المواجهة الكبيرة بين الزاخو والنفط. كرار رزاق، كرار رامسيس، حيدر حسن، طالت يوسف الالوسي يلعب كرة طويلة، مرت ديبيوتي، كرار رزاق اقرب، يحصلها، يتعدى لاعب، ملعوبة وين؟ برا الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. رمية جانبية للنفط. كرار رزاق أكثر لاعب مس الكرة باليد من خلال الرميات المتكررة من هذه الجهة. كرار، رامسيس، أحمد، على رعد، كوستافو، ترتد مرة أخرى، محمد سادات، أحمد صبري، ستار ياسين من الجهة البعيدة، ستار يحاول، ومرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. رمية جانبية لزاخو الآن. رمضان صديق على التنفيذ. 10 دقائق بالتمام من عمر هذه المواجهة.
طبعا غيابات النفط: سامسون، ديار ياخي، وليد كريم بسبب الحرمان، وسامسون بسبب الإصابة. ديار ياخي بسبب البطاقة الحمراء في المباراة السابقة، وليد كريم بسبب تراكم البطاقات. خط الدفاع باستثناء رمضان صديق محروم من لقاء اليوم، 2 بسبب الإصابة واحد بسبب الإصابة واثنين بسبب تراكم البطاقات. رمضان صديق على التنفيذ. بالسلامة لسامي لاعب نادي النفط. شوف كرة مشتركة مع أمجد عطوان، 11 هدفا. كرة مرت إلى أحمد ياسين، أحمد تمر الكرة وسط الملعب، علاء إلى أمجد، أمجد يحاول يلعب الكرة طويلة إلى محمدو، بالرأس مقطوعة من وليد، تعود الكرة إلى ستار، ستار يلعبها إلى أحمد صبري، وكرة ملعوبة، تعود الكرة حيدر حسين بالرأس، تنقطع من جديد، عادت إلى حيدر مرة أخرى، حيدر يتخلص من لاعب من الثاني، هي الكرة إلى الجهة القريبة إلى رامسيس، رامسيس يحاول، رامسيس يسدد، ترتد من الآلوسي وتبعد من أمجد عطوان. عادت الكرة بالمنتصف، محاولة إلى كوستافو، أحمد خالد يبعدها، ستار ياسين يستقبلها، أمجد عطوان يسيطر عليها، يلعبها بالمنتصف، مقطوعة من اللاعب أنجل، تعود مرة أخرى إلى رامسيس، رامسيس يلعبها إلى كرار رزاق، كرار رزاق إلى رامسيس، رامسيس والكرة مقطوعة من جديد، ومحاولة تنقطع وتعود لمصلحة نادي النفط. كرة إلى كرار، عادت إلى أنجل، تذهب إلى أحمد خالد، أحمد ستار، محمد سادات، ستار ياسين، كرة عادت مرة أخرى من أحمد خالد إلى أنجل، تشوفو، كرار رزاق من الجهة القريبة، كرار يلعب كرة طويلة، رامسيس أقرب للكرة، يحاول يمر الآن، يبحث عن إسناد، يعيد الكرة إلى الخلف إلى سامي، كرة مستعجلة إلى حيدر، تنقطع، تشتت من يوسف الآلوسي، بالرأس مقطوعة من أحمد خالد. أحلى ما في المباراة الندية والسرعة، لا توقف من كلا الفريقين، مباراة مفتوحة مبكرا. عادت الكرة، محمدو الكرة مرت من محمد علي عبود إلى ناصر محمدو مرة أخرى، ناصر إلى كوستافو هنريكي، عادت إلى أحمد ياسين، دربكة، والكرة مقطوعة من الدفاع، مرة أخرى إلى محمد علي عبود، يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة ضاعت ومعاها كان، شوف أحمد ياسين يشكو من إصابة، طه البلوشي يبحثان عن ركلة جزاء، وأحمد ياسين 70 مباراة دولية، استبعد مؤخرا عن قائمة المنتخب، 6 أهداف، أول دولياته أمام لبنان وآخرها أمام اليمن، مثل منتخب السويد تحت 19 عام، سجل في شباك عمان، فلسطين، إيران، الصين، واستراليا وقطر. عام 2012 ارتدى فانيلة المنتخب بعد الاستدعاء البرازيلي زيكو. هذه حالة بالإعادة، ولكن القرار لسيد الملعب اللي هو الحكم الدولي واثق محمد، وواثق محمد واثق الخطوة يمشي ملكا، أشار للاستمرارية. تشيكينج بنالتي، إعادة، وبالإعادة إفادة، ننتظر قرار حكم اللقاء. شفنا الحالة والحكم كان قريب متمركز، لكن ينتظر غرفة الفار اللي بها أحمد عسكر واللي يساعده أيضا أياد زاحم. ما زلنا ننتظر قرار حكم اللقاء. عادل نعمة يترقب، كان يبحث مبكرا عن ركلة جزاء، نهض أحمد ياسين بالسلامة إن شاء الله. وإياكم ننتظر، طلال البلوشي ينتظر، حكم اللقاء ينتظر، الكل ينتظر، ونهض أحمد بالسلامة إن شاء الله، وواثق محمد ينتظر. هل هناك رؤية لغرفة الفار؟ يبدو الحكم أنهى قراره. هل هي ركلة مرمى، ركلة جزاء؟
ما زلنا ننتظر ربع ساعة من عمر شوط المباراة الأول. هل سيذهب للشاشة؟ هل سيذهب ليتابع الحالة؟ ناصر محمدو حكم اللقاء. راح يشاهد الحالة الآن ويقرر، والقرار الأول والأخير لسيد الملعب الحكم الدولي واثق محمد. نشوف الحالة، والحالة ما ممكن أحد يقدرها باستثناء حكم اللقاء. لا شوية لو يعيد ممكن الحالة تكون أكثر وضوح. طبعا زاقو حصل على 9 ركلات جزاء هذا الموسم، والتسعة سجلهن، بينما القوة الجوية أكثر فريق حصل على ركلات جزاء 12 ركلة جزاء، سجل 9 وأهدر 3. زاخو حصل على 9 ركلات جزاء سجلها ال9. هل ستكون العاشرة؟ بينما النفط حصل على ركلة واحدة وأهدر ركلتين هذا الموسم، واحدة صح أو ركلتين. أحمد صبري سجل الركلتين في شباك نفط البصرة والميناء. شوف الحالة مجددا، شوف الحالة، شوف الحكم راح يقدر هل هناك دفع من سامي هين. شوف أحمد ياسين، والقرار لصاحب القرار وسيد الملعب الدكتور واثق محمد. إذن ننتظر القرار، والحكم يقول ما بها شيء، العب. اعتبرها مكاتفة عادية يعني. شوفها بالإعادة ومن زاوية أخرى. هذا أنجل، هذا سامي هين، هذا أحمد ياسين، والقرار الأول والأخير لحكم المباراة. شوف الحالة، شوف. على كل حال في كثير من الأحيان الصورة تغني عن الحديث، عن الكلام. عادل سعيد بأنها ليست ركلة جزاء، وطه البلوشي منزعج لأنها ليست ركلة جزاء، كان يمني النفس أن تكون ركلة جزاء. علي كاظم سعيد اليوم باستدعاء لقائمة المنتخب الوطني، شرف لكل لاعب أن يرتدي فانيلة المنتخب الوطني. قلوبنا كل العراقيين سنقف مع أسود الرافدين يوم 20 و25، مباراتين بنسبة كبيرة محطتنا للوصول للمونديال. مرة أخرى ستار ياسين تنقطع من أحمد ياسين، تعود الكرة من جديد، أحمد يمر، وهذا حجز حجز وصافرة وركلة حرة لفريق زاخو. الحكم انطى قرار، بعد ما يفيد التجادل الحكم. أحمد ياسين نشط اليوم، تسعة عشرة دقيقة من عمر المواجهة، تعادل سلبي قائم بين زاخو والنفط. ركلة حرة أمجد عطوان على التنفيذ. أمجد يلعب الكرة سهلة إلى علي ياسين. في 17 مباراة مثل ما ذكرت، 4 مباريات فقط سجل عليه، و13 مباراة كانت شباكه نظيفة، بينما من 20 مباراة 11 مباراة كانت شباك فهد طالب نظيف. هذا محمد علي عبود. نلعب الآن بالدقيقة 20 رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. أحمد صبري أمامنا بالصورة، هداف الفريق ب4 أهداف. فاضل كريم يلعب الرمية الجانبية بالرأس مقطوعة، تعود إلى ستار ياسين، ترتد إلى رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي زاخو. رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي زاخو أو نادي النفط. فاضل كريم على التنفيذ. فاضل، رمية جانبية ملعوبة طويلة،
ترتد من الآلوسي، تعود إلى محمد سادات، تذهب إلى فاضل، تعود إلى أحمد خالد، يلعبها بالمنتصف، ترتد الكرة من جديد ملعوبة بالرأس مقطوعة من أنجل، عادت الكرة وأقرب إلى الآلوسي، شتتها برا الملعب إلى رمية جانبية. طبعا اليوم الآلوسي مع شيفان في عمق الدفاع، وعلاء رعد انتقل لجهة اليسار، رغم أنه متعودين أن نشوف علاء رعد كظهير أيمن. فاضل كريم من جديد على التنفيذ، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط، تلعب الرمية الجانبية بالرأس مقطوعة، تعود أحمد مسيطر عليها، أنجيل أو محمد سادات إلى فاضل، يلعب عرضية عالية، كرة خطيرة، مرت كرار رزاق، رامسيس أو كان حيدر حسين، كرار برا الملعب إلى ركلة مرمى، كان حيدر حسين إلى رامسيس، ثم كرار رزاق اللي يسدد كرة إلى خارج ملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. غدا ستكون 4 مباريات، القوة الجوية مع الكرخ عند 9:15، القرمة مع نفط البصرة عند 9:15، والطلبة سيواجه نوروز عند الساعة 11:30. سيكون توقف وسنشد الرحال إلى ثغر العراق الباسم البصرة لنتابع مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت. على رعد، يوسف الآلوسي، شيفان جميل، شيفان طويل الكرة، مرت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط، منتصف شوط المباراة الأول بالتمام، الدقيقة 23، منتصف وقت الشوط الأول، والتعادل السلبي يخيم على أجواء هذه المباراة الجميلة. كل شيء فيها جميل وضاعت فقط الأهداف. أداء محصور ما بين الفريقين، صراع على وسط الملعب، كل فريق يريد أن يسجل مبكرا، كل فريق يريد أن يحظى بنقاط هذه المباراة، وهذا حق مشروع لكل فريق. حيدر حسين، ناصر محمدو بالسلامة، ناصر نهب. بداية النفط كانت بداية مميزة وتصدر فيها الدوري. كرة تلعب من جديد، في الجولة الخامسة ب11 نقطة تصدر، وبالجولة الثامنة ب15 نقطة تصدر، وكرة مقطوعة. زاخو 4 مرات تصدر الدوري، النفط مرتين تصدر الدوري. فريق الزوراء يتصدر الأندية في المرحلة الثالثة برصيد 13 نقطة، الشرطة بالمركز الثاني ب9 نقاط، والقرمة بالمركز الثالث ب9 نقاط، بينما النفط في المرحلة الثانية بالمركز السادس عشر، فريق الذي لم يفز تعادل في 3 مباريات بالمرحلة الثانية ب3 نقاط، وزاخو بالمركز الرابع ب8 نقاط في المرحلة الثانية. كرة تلعب من جديد، مرت الكرة، محاولة مرة أخرى، تنقطع، أمجد إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، تلعب الكرة مرة أخرى. هذه المباراة رقم 13 اللي ضيفها ملعب زاخو هذا الموسم. 12 مباراة سابقة من ضمنها مباريات لفريق القرمة على هذا الملعب. هذه المباراة رقم 13 يضيفها هذا الملعب هذا الموسم. علي كاظم، تلعب الكرة، فاضل كريم، عالية الكرة، رمضان صديق، والى خارج ملعب الى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط، طالت على اليمني ناصر محمدو، فاضل كريم من جديد،
فاضل يلعب الرمية الجانبية بالرأس مقطوعة. شيفان جميل، ترتد من سامي هين. أحمد صبري، ستار ياسين، مقطوع الكرة من ديبيوتي، سريعة إلى ناصر محمد. وبرافو أحمد خالد يشتتها برا الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. تلعب سريعة من ديبيوتي. محمد علي عبود، شيفان جميل، يوسف الآلوسي، شيفان جميل، محمد علي عبود ضاغط عليه ستار ياسين. محمد يبحث عن اسناد الى الآلوسي، الى الآلوسي. يوسف يشتت الكرة. فاضل كريم يردها مرة أخرى بالمنتصف من أمجد، عادت إلى كوستافو هنريكي. تعود الكرة من جديد، كوستافو إلى أمجد، مقطوع الكرة تعود إلى سامي هين. سامي هين يلعبها إلى رامسيس. رامسيس يحاول، رامسيس يمر 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 رامسيس يلعبها حلوة لا ستار. ستار ياسين من الجهة القريبة يسيطر على الكرة الآن. ستار عرضية ومقطوعة ومرة أخرى، ويبدو حالة تسلل، يبدو حالة تسلل. نشوف القرار. هدف، يبدو هدف 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 أول للنفط عن طريق رامسيس. هدف لنادي النفط، وننتظر ننتظر ننتظر. والآن الفرحة للاعبي النفط، وأول الأهداف عن طريق رامسيس. رامسيس يحتفل بالدقيقة 27 بأول الأهداف. رامسيس أول الأهداف رامسيس. وبالمناسبة لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز النفط على زاخو بهدفين. شوف مرة أخرى، شوف الحالة هذه، شوف الحالة. لا، أمجد أقرب للمرمى، أمجد أقرب للمرمى. هدف سليم، هدف صحيح، هدف سليم، هدف صحيح. أمجد أقرب للمرمى، أمجد عطوان أقرب للمرمى، جول لفريق النفط. الهدف الأول عن طريق رامسيس بالدقيقة 27 من عمر المباراة. اللاعب اللي سجل في شباك القرمة والكرخ وزاخو يبتهج، يحتفل رقصة أفريقية، رقصة مع أنجيل تيشوفو، والكل يرقص فرحا بأول الأهداف إلا عاد النعمة. تلعب الكرة، إذن هدف صحيح سليم. يوسف الآلوسي، هدف راح ينطي دافع لزاخو، وراح ينطي متعة في المباراة فيما تبقى من عمر المباراة. الآن هذه المدرجات الجميلة، هذه المدرجات اللي أنطت متعة للقاء. ودائما في أي مباراة يعني جمهورنا في شمالنا الحبيب أضاف متعة، أضاف نكهة لدوري نجوم العراق بتواجده الكبير. هذا التواجد اليوم ما ممكن يخلي فريقه بدون أن ينتفض، وبالتالي قد يتعادل وقد يتقدم وقد يتقدم النفط. لقاء الذهاب مثل ما ذكرت فاز به النفط بهدفين، أحمد خالد ورامسيس، ويعود رامسيس مرة أخرى ليسجل في لقاء الإياب. كرة مرت، محاولة، أحمد ترتد، تعود من جديد، ستار، حيدر، أحمد صبري، ستار، تنقطع، مقطوعة من جديد. ديبيوتي يحاول، ديبيوتي يسيطر على الكرة، مرت إلى الخارج، إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. رمية جانبية نصف ساعة، دخلنا الدقيقة 30، 1 النفط لا شيء زاخو. طبعا عشاق الزوراء، عشاق الشرطة يترقبون هذه المباراة بشغف، يمنون النفس أن يتعثر زاخو من أجل التمسك بالصدارة. كرة ملعوبة مرة أخرى، علي ياسين بالرأس، خروج حاسم من علي ياسين. كرة مرت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. قلت لكم المباراة راح تولع أكثر. عادت إلى على رعد، تمر الكرة، يوسف، شيفان جميل، رمضان صديق من الجهة البعيدة. رمضان يلعب كرة طويلة لديبيوتي. ديبيوتي يحاول، ضاغط عليه المدافع فاضل. تعود الكرة إلى رمضان، رجوع من ستار ياسين، تشتت الكرة من أحمد خالد. حيدر حسين وحيد أمام المدافعين.
محمد علي عبود، تذهب الكرة إلى علاء رعد، علاء يسيطر عليها وإلى رامسيس اللي يتابعها، والآلوسي اللي يبعدها إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. كرار رزاق، كرار بالراس مقطوعة من حيدر، كرار من جديد، محمد علي، أحمد ياسين، ناصر محمدو اللي انتقل للجهة القريبة، ناصر محمدو طويلة لا دبيوتي، فاضل كريم بالرأس، أحمد صبري، ستار ياسين، كرة سريعة لكن أقرب إلها شيفان جميل يلعب الكرة طويلة بالرأس من أحمد، كرة سريعة خطرة، كوستافو برا الملعب إلى ركلة مرمى. برا الملعب، فرصة تضيع على نادي زاخو. كوستافو المتصدر لقائمة الهدافين صحبة مهند علي يهدر فرصة. شوف الحالة، يعني الأقرب كان ناصر وما استغل الكرة، وبالتالي لم يكن كوستافو في وضع تسلل، لكن لعبها باهتة إلى خارج الملعب. أحمد خالد تشوفو غالقين الطريق على كوستافو ومقدمين مباراة جيدة، مستميتين بأدائهم. كرة عادت من جديد، محاولة بالرأس مقطوعة، ناصر محمدو تنقطع من سامي هين مرة أخرى، كرار يشتت كرة، آلوسي يبعدها، أحمد خالد، محمد سادات، فاضل كريم من الجهة البعيدة، ستار ياسين، أحمد خالد، حيدر بينه وبين المدافع شيفان يبعدها إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط أكثر حيازة وتواجد في ملعب زاخو. فاضل الآن، فاضل كريم، أحمد صبري مرة أخرى إلى أحمد، من جديد إلى فاضل إلى أحمد، سامي هين عالية بالرأس مقطوعة من شيفان، تعود إلى ناصر محمدو، تذهب الكرة إلى دبيوتي، كوستافو إلى دبيوتي يحاول والكرة مقطوعة وخطأ لمصلحة نادي النفط. كرة مشتركة بين دبيوتي وأحمد خالد. دبيوتي اللاعب النيجيري تشيتا أوغونا دبيوتي لاعب ريفرز يونايتد، سجل هدف في شباك القاسم وعنده هدف في شباك القرمة في بطولة الكأس. كرة مشتركة كانت مع أنجل، صراع أفريقي بين كاميروني وبين نيجيري. بالسلامة لدبيوتي، ما زال النفط يحافظ على تقدمه بهدف وحيد سجل اللاعب رامسيس بالدقيقة 27 من عمر المباراة. هذه الإعادة وهذا هدف المباراة، يعني أمجد كان هو أقرب لخط المرمى وللحارس، وبذلك لم يكن هناك حالة تسلل، وهذا هو الأول الأهداف في لقاء اليوم. رامسيس والرقصة الكاميرونية وأول أهداف المباراة. بالسلامة لأنجل تشوفو، بالسلامة، ومعتهم سامسون داري مصاب.
معتم ممكن حسين طارق أو يعود أنجل بالسلامة إن شاء الله. الحكم يشير إلى مواصلة اللعب بركلة حرة لمصلحة نادي النفط. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول باستثناء الوقت المحتسب بدل ضايع. كرة ملعوبة مرة أخرى وتنقطع من جديد من دفاعات نادي زاخو. كوستافو، أحمد خالد، علي ياسين. علي ياسين يلعب الكرة على رعد. يوسف الآلوسي أو علاء اللي إعادته إلى علي كاظم. أمجد، محمد سادات، رامسيس، إلمن، حيدر حسين. تنقطع. أمجد عطوان، يوسف، على رعد، على هذا حجز وخطأ وركلة حرة في المباراة. الآن لحد الآن مباراة نظيفة من البطاقات. خطأ ضد رامسيس وركلة حرة الآن لمصلحة نادي زاخو. كرة طويلة بالرأس. ناصر محمد، كوستافو إلى خارج الملعب. أعتقد كان من البداية كوستافو في وضع تسلل. نشوفه بالإعادة ونقرر. نشوفه بالإعادة وطلال يبحث عن ركلة جزاء. خلينا نشوف مع انطلاق الكرة. لا، ما بها تسلل، والآن ينطلق وإلى ركلة مرمى، والحكم يقول ركلة مرمى. هو صاحب القرار، وهذه من زاوية أخرى. لا، واضحة أنه علي بعيد عن كوستافو. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. 10 على 10 حكمنا لحد الآن، لكن مع ذلك يذهب ويتأكد إذا كان هناك شيء. هل سيعود للفار؟ هل هناك اعثار؟ أحمد عسكر يتحدث معه. هل سيذهب لغرفة الفار؟ هل سيعود ليتخذ قرار؟ خلينا نشوف. دائما نقول القرار الأول والأخير لصاحب القرار اللي هو حكم المباراة سيد الملعب. راح يشوف الحالة، هو صاحب القرار، راح يشوفها من أكثر من زاوية ويقرر هل هناك احتكاك، هل هناك إعثار. خلينا نشوف. هو صاحب القرار. شوف الحالة. علي ياسين، كوستافو. شوف يبقى القرار لحكم المباراة، هو صاحب القرار. هذه حالة راح يقدرها من أكثر من زاوية، يشوفها وراح يقدر إذا كان اكو احتكاك. نشوف القرار يا حكم اللقاء. أعتقد راح ينطر ركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة زاخو. هذه الركلة رقم 98 في دورينا. الركلة رقم 98 في دورينا والعاشرة لزاخو. والثالثة على النفط. واحدة سجلت من أسو رستم لنوروز، وواحدة أهدرت للقرمة عن طريق وندرسون. هذه الثالثة على النفط، والعاشرة لفريق زاخو، والثامنة والتسعين في دورينا. أمجد 69 ركلة سجلت، 28 ركلة أهدرت، وأمجد عطوان سجل من ركلات الجزاء 6 أهداف. علي كاظم يترقب، سجل في شباك نوروز ويتقدم الآن. يتقدم أمجد وردها علي ياسين وكرة خطيرة. وأول ركلة تهدر لزاخو هذا الموسم.
أول ركلة تهدر لزاخو هذا الموسم، سجل في شباك نوروز، كربلاء، الزوراء، إدهوك، وهدفين لإدهوك من ركلتي جزاء ونفط البصرة ونفط ميسان والحدود. سجل 8 ركلات أمجد، وسجل كوستافو ركلة في الميناء في شباك الميناء. والآن يخطأ أمجد في أول ركلة تهدر لفريق نادي زاخو. أمجد أهدرها أمام النفط. 9 ركلات، هاي العاشرة، 9 سجلت، 8 منها للاعب أمجد، وأول ركلة تهدر. راح يعيدها الحكم، راح يعيدها إنه الحارس يتحرك، راح يعيدها على أساس إنه علي ياسين تقدم عن الخط. خلينا نشوف مرة أخرى بالإعادة، خلينا نشوف. تقدم علي ياسين. راح يعيدها الحكم. بعد أن اجته توصية من غرفة الفار إنه الحارس تقدم. الحارس ما يجوز يتحرك إلا على اليمين واليسار. أول بطاقة صفراء لأحمد خالد، وأحمد خالد هاي البطاقة العاشرة إلى هذا الموسم. أحمد خالد بطاقة بالدقيقة 42، وأمجد يعيد ركلة الجزاء، وأحمد خالد هذه البطاقة العاشرة إليه، وراح يغيب عن المباراة القادمة للنفط. راح يغيب أحمد خالد عن المباراة القادمة للنفط أمام الميناء. أحمد خالد راح يغيب عن مباراة الميناء. أمجد من جديد، أمجد تقدم، وجول! جول 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 جول! هدف التعادل لمصلحة نادي زاخو من ركلة جزاء معادة بالدقيقة 42 من عمر المباراة. الهدف الشخصي لأمجد عطوان، الثاني عشر بالدقيقة 42، الركلة التاسعة اللي يسجلها، والعاشرة لنادي زاخو. 1-1. تقدم النفط عن طريق رامسيس بالدقيقة 27، وبالدقيقة 42 يعادل أمجد عطوان من ركلة جزاء معادة النتيجة لزاخو. إذن أمجد عطوان يسجل هدف الثاني عشر، وكرة ملعوبة من جديد. طبعا القانون واضح صريح أنه لا يسمح لحارس المرمى بالتحرك إلا يمين وشمال، وبالتالي كان هناك توجيه بأن الحالة يجب أن تعاد. بالسلامة لناصر محمدو. اعتراضات بدينا نشوف من اللاعبين. حكم خبرة، حكم دولي، حكم قدير. لمن البطاقة يا حكم؟ هل هي على كرار أم على ناصر محمدو؟ على كرار رزاق. خلينا نشوف على كرار رزاق. عنده 3 بطاقات أمام إدهوك والنجف والجوية. عنده 3 بطاقات أمام إدهوك والنجف والجوية. هذه البطاقة الرابعة له. إذن كرار رزاق ثاني بطاقة صفراء في ملعب المباراة. آخر دقيقة من عمر شوط المباراة الأول، ولعت المدرجات. قلنا هذه المدرجات ما ممكن أن تهدأ. أمجد يلعب الكرة طويلة، مرت ناصر محمدو إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. 45 دقيقة راح تنتهي، لكن لا، عندنا أكثر من حالة. ممكن نشوف 7 دقائق وأكثر، بين السبعة، من 6 وأكثر. ما ممكن نشوف أقل من 6 كوقت بدل محتسب، بدل ضايع. ركلة مرمى الآن، علي ياسين يلعب كرة طويلة، طالت الكرة، شيفان
تعود إلى علاء رعد. علاء يلعب الكرة. أحمد حلوة إلى علاء. 8 دقائق. هذا المتوقع، هذا المتوقع، هذا المتوقع. ما ممكن أن تكون أقل من 7 أو 6. إذن بطاقة صفراء لمن؟ بطاقة صفراء لمن؟ هذه بطاقة صفراء جديدة لمن؟ خلينا نشوف حكم المباراة لمن سينظر. تشوفو راح ينذر أنجل تشوفو، وأيضا تشوفو راح يحرم من المباراة القادمة. عنده 4 بطاقات أمام الحدود والشرطة والقاسم وديالة. إذن هذه البطاقة الخامسة إله، وأيضا إلى جانب يعني قلبي الدفاع. لأحمد ياسين البطاقة. لا لأحمد ياسين، لا أحمد ياسين، لا لأحمد ياسين، لأحمد ياسين. لو كانت لتشوفو كان انحرم. لأحمد ياسين. أحمد ياسين. أحمد ياسين عنده بطاقتين أمام الطلبة وأربيل، وهذه الثالثة. رمية جانبية الآن على رعد بالرأس. ترتد الكرة. محاولة من جديد. حيدر يمر، ومقطوعة من أمجد. أمجد، يا سلام يا أمجد، يمر. أحمد ياسين، مقطوعة الكرة، ومحمد سادات، وخطأ لمصلحة نادي النفط. نلعب الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. نلعب الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. أحمد ياسين والبطاقة الثالثة إلى هذا الموسم، والثالثة في ملعب المباراة. ركلة حرة الآن. كرار رزاق على التنفيذ. كرار عالية بالرأس، مقطوعة من الآلوسي. تبعد الكرة من أمجد. أحمد خالد. رامسيس طالت عليه إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاف. رمية جانبية لزاف، وعلى رعد إلى أمجد عطوان. أحمد، طبعا أحمد سبق أن نال 5 بطاقات، وأبعد كرة خطيرة خطيرة خطيرة، جول. الله، برافو يا علي، برافو يا علي، برافو يا علي. فرصة ثمينة يضيعها ناصر محمدو بمواجهة الحارس علي ياسين. شوف 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 شوف، ما بها تسلل إطلاقا، وكرة على طبق من ذهب أهدرها ناصر محمدو. كان ممكن أن يعلن التقدم لزاخو بهذه الكرة لولا براعة علي ياسين التي أنقذت المرمى. رأسية من جديد من محمد علي عبود إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. 3 ركنيات. احتجاج. الحديث مع أمجد كامل. هذه الفرصة بالرأس من محمد علي عبود للخارج. ركلة مرمى علي ياسين على التنفيذ. الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضايع. كرة مرت طويلة وعالية. سامي هين، رامسيس، حيدر أو أحمد صبري كان. تعود مرة أخرى. حيدر، تنقطع من يوسف الآلوسي، تمر إلى ستار ياسين. يا سلام يا ستار. كرة إلى فاضل كريم من الجهة البعيدة. فاضل يتوغل، يلعب الكرة وإلى علي كاظم حارس المرمى. علي بإيده يلعب الكرة سريعة، ترتد. محمد سادات. حكم يشير إلى وجود خطأ. أي احتكاك مع الحارس في منطقة الجزاء خطأ. ركلة حرة. هذا محمد سادات، أيضا من اللاعبين اللي عندهم بطاقات عديدة. 8 بطاقات. علي كاظم. أحمد خالد. مرت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. دقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضايع. تلعب الرمية جانبية. ديبيوتي وأمجد، ضعيفة سهلة لعلي ياسين حارس المرمى.
من جديد كرة ملعوبة مقطوعة. شيفان جميل، ديبيوتي، تعود الكرة مرة أخرى. رمضان صديق إلى حارس المرمى علي كاظم، يشتت كرة علي كاظم بالرأس مقطوعة من أنجل تيشوفو، تعود مرة أخرى. ناصر محمدو، ناصر، يا سلام، سامي هين، وكرة أبعدت من محمد علي عبود وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. الحكم احتسبها رمية جانبية ومرة. أمجد تبعد، عادت، ديبيوتي مسيطر عليها، ديبيوتي مرة أخرى، ديبيوتي يحاول، ديبيوتي يحاول، ديبيوتي وكرة مرت إلى رامسيس يحاول يتعدى لاعب، كرة ستار ياسين تعود إلى رامسيس مرة أخرى، هجمة عكسية مضادة لفريق نادي النفط. رامسيس يحاول، تعود الكرة من جديد إلى أحمد صبري من الجهة البعيدة، أحمد صبري يحاول، أحمد صبري يسدد، كرة عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى، عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. تلعب الكرة من علي كاظم، كرار رزاق، على رعد، علاء، أمجد عطوان، عالية، أحمد ياسين، ما سيطر على الكرة، أبعدت من محمد سادات إلى خارج الملعب، أو أنجل جويل تيشوفو إلى خارج الملعب. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع، كرة ملعوبة، علي تبعد من جديد، علاء أو محمد علي عبود إلى أمجد، عالية، وديبيوتي في وضع تسلل لكن أقرب إلى الحارس يتمكن منه. آخر اللحظات من عمر شوط المباراة الأول، 1-1 ما بين زاخو وبين النفط. علي ياسين يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة من شيفيان، ديبيوتي، رمضان صديق اللي قطع الكرة، رمضان يشتت كرة طويلة بالرأس من أحمد خالد، ستار ياسين، أحمد خالد، أحمد صبري، حكم يشير إلى مبدأ إتاحة الفرصة، أحمد من جديد، وإلى رمية جانبية لمصلحة النفط. 10 ثواني تفصلنا على الصافرة. محمد علي عبود يحتج على القرار. انتهت ال8 دقائق وبانتظار صافرة الحكم وصافرة حكم اللقاء السيد واثق محمد تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول من لقاء النفط مع زاخو بالتعادل بهدف واحد. بدقيقة 27 تقدم النفط عن طريق رامسيس وعادل من ركلة جزاء أمجد عطوان بالدقيقة 43. شوط كان مميز ممتع، نأمن ونتمنى أن يرتقي الأداء في شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل حتى يتجدد اللقاء معكم، وأحداث شوط المباراة الثاني نذهب لاستراحة قصيرة.
ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، حاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار، يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل، يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء، كرار جعفر يفعلها ويسجل، كرار جعفر يفعلها ويسجل الميناء. السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل، السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل. الميناء يسجل في مرمى أربيل، الميناء يسجل في مرمى أربيل بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي. يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله، جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر. أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص يحاول يسجل، واكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في وجع أوطائهم. تجد الشباب حاضرة. هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول. الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المرمى، رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله، اليماني يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل. المتصدر لا يتعثر، لا يخسر، يعود إلى المباراة بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخابور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم، والهدف وتا. وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديد سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن، جول. هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيء المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد، ومنتظر عادل وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها واسكنها الشباك. الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه كرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة،
مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وولغا رونالد بهذه الكرة لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبة مضت ممكن التعادل. جول! يأتي هدف التعادل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالا لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالا ويسجل هدف التعادل بالمباراة في الوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا. هي مباراة بكل تأكيد يعني مباراة صعبة على الزوراء، ولكنها ليست مستحيلة، وصعبة على النجف ولكنها ليست الله ليست مستحيلة، ليست مستحيلة على الزوراء، ليست مستحيلة على النوارس. جول! سجل الزوراء. إنها أيام العودة يا زعيم، إنها أيام العودة يا زعيم. العودة والحنين إلى الماضي أمر حتمي، أمر حتمي. عودة الزعامة، عودة الزعامة، عودة السيادة يا سادة. اي نعم، اي نعم، اي والله، اي والله. بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. الله 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 على الهدف الجميل. يوه يوه. أرضية الملعب إبراهيم توميو يحاول أن يمر، بعد ذلك الكرة فيها عودة وسرهان. حكم المباراة صفر، صفر أو لا، صفر أو لا، صفر ربما، أو جول ثاني، جول ثاني يحتسب، يحتسب، يحتسب لمصلحة الزوراء. سرهنج محسن في اللقطة الماضية والكرة مرت إلى داخل الشباك ليتقدم الزوراء. يحتسب الهدف. اللاعب والعودة لحارس المرمى، وبعد ذلك حارس المرمى اللي كان يعني يحاول ابعاد الكرة. شوف 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 الإعادة. ابعاد خاطئ كلف الفريق هدف ثاني، يكلف الفريق هدف ثاني لمصلحة الزوراء. شوف الكرة، هذه الكرة اللي نقول عنها غدارة. باز علي يتقدم، علي سدد. جول، جول! الله! سجل النجف، سجل النجف. قوية في قلب المرمى، قوية في قلب المرمى، قوية في وسط المرمى. كرة ملعوبة لشريف، عالية الكرة ترسل للأمام والضربة الرأسية والمحاولة مستمرة. الله! ظهر التنزاني، ظهر التنزاني سايمون مسوفا. سايمون مسوفا سجل للطلبة. يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة بكرة يسارية في وسط المرمى ليتقدم الطلبة. سجل الطلبة أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. سايمون مسوفا صاحب الأهداف الأربعة يسجل هدف الخامس من خلال هذا الموسم، وبالتالي هدف مقابل لا شيء عن طريق التنزاني سايمون مسوفا. شوف الكرة بدأت من شريف
شريف أرسل الكرة عالية، وبعد ذلك لؤي الهاني، ومن ثم مرت على لاوندي ولكنها ما مرت على الأسمراني، ما مرت على الأفريقي، ما مرت على التنزاني، ما مرت على سايمون، ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل، مهدي تقدم، مهدي تمريرة، سايمون للثاني، الله، جول ثاني، هدف ثاني لأنيق العاصمة، هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف سجلت. وهنا هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسافة، وسايمون يسجل 6 أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس، جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية، ارتقاء جميل ورائع ليوسف أومارو اللي يسجل أول أهداف المباراة. فرحة الجماهير وفرحة السيد أحمد خلف بهدف ولا أروع لهذا اللاعب يوسف أومارو بعدما سجل في مرمى القوة الجوية ونوروز. ها هو يسجل الآن في مرمى الحدود. هدف رائع جدا، هدف جميل. شوفها بالإعادة، علاء الدين، كرة عرضية رأسية، يا سلام يا سلام. شوف علاء وضعها على رأسه، وبالتالي خلاها في الشباك ليسجل أول أهداف المباراة. واحد القرمة لا شيء الحدود. نعم، بهذه اللقطة، بهذا الارتقاء للأسمراني يسجل يوسف أومارو. محاولة الانطلاقة لمصلحة علاء، ينقل له كرة، يبحث عن المنطلق. هذه خطيرة، محمود. من جديد نعود أحباء مشاهدي متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء زاخو وضيف النفط. ويبدو أحمد ناظم في طريقة للدخول كتغيير أول في تشكيلة هذه المباراة اللي ضيفه ملعب زاخو. يقود طاقم تحكيم بقيادة الدولي واثق محمد، يساعد كرار عبد الكريم وهاني إبراهيم وأمجد كاظم حكما رابعا. هذا التذكير لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الثاني أو شوط المباراة الأول. علي كاظم في حراسة مرمى زاخو، رمضان صديق 21، يوسف الآلوس 17، شيبان جميل 4، أحمد ناظم 33، يبدو دخل بدلا من علاء رعد، أمجد عطوان 14، محمد علي عبود 25، ناصر محمد 7، أحمد ياسين 99، ديبيوتي 35، كوستافو هنريكي 29. أما تشكيلة النفط: علي ياسين بالرقم 31 في حراسة المرمى، كرار رزاق 34، أنجيل جويل تشوفو 5، أحمد خالد 35، فاضل كريم 26، سامي هين 77، محمد سادات 55، رامسيس 15، ستار ياسين 25، أحمد صبري 7،
وحيدر حسين بالرقم 9. غيابات 3 لاعبين عن تشكيلة النفط اللي هم محمد أبو حشيش، مارسيلينو وأحمد إبراهيم، وغياب سامسون وديار ياخي ووليد كريم. وليد مع ديار بسبب بطاقات الحرمان. تبدأ الآن أحداث شوط المباراة الثاني. زاخو بالزي الأبيض على يسار الشاشة، والنفط بالزي الأخضر على يمين الشاشة. كرة ملعوبة الآن، ستار ياسين تشتت الكرة. الأهداف سجلت عن طريق رامسيس بالدقيقة 27 وأمجد عطوان بالدقيقة 42. دائما نحن والمخرجين مختلفين بدقيقة، الجزء من الدقيقة دقيقة. إذن علاء رعد يترك الملعب ويدخل أحمد ناظم. يعني هذا كان من البداية يجري المدرب، لأن أحمد ناظم أساسا هو ظهير أيسر وعلاء رعد ظهير أيمن. كرة بالرأس مقطوعة من أحمد خالد. مرت الكرة من جديد. بطاقة صفراء لسامي، بطاقة صفراء لسامي. سامي عنده بطاقة أمام النجف، عنده طرد أمام نفط ميسان. إذن بطاقة رابعة في ملعب المباراة لسامي. كرة تلعب مرة أخرى، محاولة رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. أحمد صبري أمامنا، رمضان صديق، طبعا 99 ركلة جزاء أصبحت في دورينا بعد أن تقدم الشرطة على نفط ميسان من ركلة جزاء عن طريق مهند علي، ومهند علي الآن يتزعم صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا. أحمد ياسين يحاول، أحمد يلعبها، كرة خطيرة إلى ناصر محمدو. ناصر محمدو يحاول يمر، كرة تنقطع إلى محمد سادات. محمد سادات بالمنتصف، ستار ياسين، كرة طويلة تنقطع مرة أخرى، طالت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. طالت على أحمد صبري، رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. رمية جانبية لزاخو. لعبة الكرة الآن أحمد ناظم، يوسف الآلوسي. يوسف يلعب كرة طويلة، ناصر ديبيوتي، كرة خطيرة، ومحمد سادات وراية وصفارة وتسلل. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي النفط. هذا هو المساعد الأول الدولي كرار عبد الكريم. ركلة حرة غير مباشرة، علي ياسين على التنفيذ. بالراس أحمد ناظم، كوستافو، كرار رزاق، وطالت على سامي برا الملعب لا رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. هذا أحمد ناظم دخل بديل لعلاء رعد. أحمد ياسين أمامنا بالصورة، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. كرار رزاق على التنفيذ، تلعب الرمية. رامسيس، أحمد خالد، أحمد يلعب الكرة، عادت مقطوعة من جديد إلى ديبيوتي. وإلى خارج الملعب لا رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. ديبيوتي، رمضان صديق على التنفيذ. ملعب ممتلئ بكل مدرجاته،
سهرة رمضانية جميلة في ملعب زاخو. وأذكر هناك نفط ميسان يضيف الشرطة. رمضان صديق، أحمد صبري من جديد، رمية جانبية أخرى لمصلحة زاخو. بداية ليست كما كانت بداية شوط المباراة الأول. كرة طويلة بالرأس، مرة أخرى محاولة، علي ياسين يتركها إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. أمجد يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. طلال البدوشي يتابع يراقب. بالسلامة لأمجد، يلا يا أمجد عندك مهمة وطنية. بالسلامة إن شاء الله. كرة بينه وبين فاضل كريم، كرة مشتركة. بالسلامة لأمجد، بالسلامة لأمجد. فريق زاخو منذ الخسارة أمام الكهرباء في آخر 9 مباريات بعد الخسارة من الكهرباء بهدف في الجولة 14 لم يهزم، فاز في 6 تعادل في 3، وأفضل فوز حققه 6-2 على القاسم. بينما النفط في المرحلة الثانية وفي مباريات المرحلة الثانية خاض 3 مباريات تعادل في 3. خارج أرضه لعب 11 مباراة، فاز في 5 تعادل في 3 وخسر في 3. المواجهة القادمة للنفط أمام الميناء، والمواجهة القادمة لزاخو ستكون أمام دهوك. أذكر بعد هذه المباراة هناك مباراتان، القاسم مع الحدود والكهرباء مع كربلاء. أحمد ضاغط عليه رامسيس، رمية جانبية لمصلحة زاخو. كان ضاغط سامهين. أمجد عطوان، وهذا حجز وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. خطأ ضد محمد سادات، لا ضد كرار رزاق. عرقلة من كرار رزاق، ركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. التعادل ما زال قائم بهدف واحد ما بين زاخو وضيف النفط. مباريات اليوم الثاني للجولة 24 لدوري نجوم العراق بكرة القدم. أمجد على التنفيذ، ركلة حرة لمصلحة زاخو. تلعب إلى ركنية لمصلحة زاخو. ركنية، أمجد على التنفيذ. أمجد عالية الكرة بالرأس مقطوعة، تعود إلى أحمد ناظم. أمجد عرضية من أمجد، كرة خطيرة، برافو علي، أقرب للكرة يتمكن منها. شيفان كان متقدم، علي يتعرض إلى دفع من شيفان. جميل، هذه كرة أمجد الجميلة، وخروج حاسم من علي ياسين. لا لم يكن متعمد، يعني مشيها يا علي، ما كان متعمد. كرة براس مقطوع. أحمد خالد، أحمد صبري، رمضان صديق يبعد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو أو لمصلحة نادي النفط. فاضل كريم على التنفيذ.
أحمد صبري، حيدر، أحمد، وتشتت من يوسف الآلوسي. طالت الكرة، أنجل، رمضان صديق، رامسيس، قصيرة مقطوعة، محمد علي عبود، سريعة هربت إلى علي ياسين. علي ياسين 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 56 والتعادل ما زال يخيم على أجواء هذه المواجهة بين زاخو وضيف النفط. كرة مقطوعة لا رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. هذه عادة للحالة اللي حدثت قبل قليل. فاضل كريم على التنفيذ، ركلة حرة لمصلحة نادي النفط. كرة تلعب مرة أخرى، وكرة عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى. آخر فوز حقق النفط على كربلاء في الأسبوع الثامن عشر بهدف واحد، والهدف اللي سجله محمد أوتارا خطأ في مرمى. آخر 7 مباريات لم يسجل النفط باستثناء الهدف بنيران صديقة. آخر 7 مباريات لم يسجل، ولكن التسجيل كان اليوم من رامسيس. عادت الكرة بالراس من أحمد صبري، حيدر إلى خارج ملعب رمية جانبية. تلعب الكرة، ستار ياسين، تشتت من أمجد، أحمد خالد، محمد سادات، محمد علي عبود، سريعة الكرة ملعوبة وأقرب إلها المدافع كرار رزاق، عادت سامي هيل، محمد سادات، مقطوعة بالمنتصف. محمد سادات مرة أخرى يسيطر على الكرة، محمد جويل، أنجل جويل، كرة تنقطع، محمد علي عبود، أحمد ياسين، كانت من ناصر محمدولي أحمد ياسين، عادت إلى أحمد صبري، ترتد الكرة إلى رمضان صديق، والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي النفط. خطأ لمصلحة نادي النفط. ركلة حرة للنفط، ومحمود الأسود في طريقة للدخول، اللاعب اليمني. كرة اللعب تبعد، كرار، حيدر، أبعدت من أمامه إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. أبعدها يوسف الآلوسي، كرار رزاق، أنجل جويل، رامسيس، أحمد ناظم، كرة بينية إلى ديبيوتي، ومحاولة أحمد ياسين، جويل أبعدها إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. جويل أبعد الكرة إلى الخارج، ديبيوتي على التنفيذ، ديبيوتي المهاجم ينفذ رمية جانبية.
طويلة الرمية. أحمد خالد، كرار رزاق، وركنية لمصلحة نادي زاخو. ركنية لمصلحة نادي زاخو. كرة اللعب ترتد إلى أحمد ياسين. عرضية من أمجد، أمجد وكرة خطيرة يخلصها حارس المرمى، يتمكن منها من ناصر محمد. خطرة كانت ملعوبة من أمجد، استقبلها برأسية جميلة ناصر محمد، انتهت بأحضان الحارس علي ياسين. ديبيوتي، مرت الكرة إلى خارج ملعب، ركلة مرمى حلوة كانت من أمجد إلى ناصر محمد، ورأسية جميلة، أخطر ما شاهدناه في دقائق الشوط الثاني. هذه الرأسية الجميلة، كرة جميلة من أمجد عطوان على رأس ناصر محمد، سهلة للحارس علي ياسين. هناك تغييرين في تشكيلة نادي زاخو، نشوف التغييرات. كرة مقطوعة، رمضان صديق، كرة اللعب من جديد. محمد سادات، سريعة الكرة، ناصر محمدو، جويل يعيدها إلى علي ياسين، علي يبعدها وإلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. أمجد عطوان يتركها لرمضان. موسيس بدلا من محمد علي عبود، ومحمود الأسود بدلا من محمود الأسود بدلا من، نشوف إذا موسيس بدلا من محمد علي عبود، وأحمد ياسين يترك الملعب ويدخل محمود الأسود. ثالث تغيير في تشكيلة فريق نادي زاخو. نفط لم يغير لحد الآن. موسيس البرازيلي يدخل بدل من محمد علي عبود، ومحمود الأسود بدلا من أحمد ياسين. رمية جانبية ملعوبة بالرأس مقطوعة، تعود من موسيس، تبعد من أحمد خالد، أحمد ناظم، يوسف الآلوسي، ديبيوتي بالرأس مقطوعة، تشتت الكرة من رامسيس، تعود مرة أخرى، محاولة من جديد، تبعد الكرة من رمضان صديق، تذهب إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. تلعب الرمية الجانبية، كرة كرار رزاق، $30,301 متفرج. جمهور راقي رائع كبير ملتزم منضبط مؤازر بكل معنى الكلمة. مرت الكرة إلى خارج الملعب. أتمنى أن نشاهد ملاعبنا المحلية في العاصمة الحبيبة بغداد والفرق والأندية الجماهيرية أن تمتلئ مدرجات ملاعبها بمبارياتها بهذا الحضور. أنطت الأندية الشمالية حلاوة لدوري. أمجد عطوان، ركنية لمصلحة نادي زاخو، ركنية اللعب. علي ياسين يستقبل الكرة بسهولة ويتمكن منها. كوستافو
الآن مهند اجتاز بهدف 17-16 وما أعلم ماذا جرى في المباراة الأخرى. كرة مرت من جديد، محاولة مقطوعة تعود إلى رمضان صديق، تلعب طويلة ديبيوتي أمجد عطوان باذل مجهود رائع، يصول ويجول في وسط الملعب وفي الأمام والخلف. كرة مرت من جديد، ديبيوتي يحاول بينه وبين أنجل وديبيوتي جول 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 هدف ثاني عن طريق ديبيوتي بالدقيقة 65 من عمر المباراة. هدف ثاني عن طريق ديبيوتي بالدقيقة 65 من عمر المباراة، اللي يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. لاحظ 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 هنا لاحظ، والأمر متروك للحكم، لكن جول. شوف شلون خطف الكرة ديبيوتي ولعبها بذكاء على العمود البعيد وسجل هدف التقدم لزاخو. 2 زاخو 1 النفط، 2 زاخو 1 النفط. يثأر للخسارة زاخو في الذهاب بهدفين ويتقدم الآن بالدقيقة 65 بهدفين مقابل هدف واحد. 2 زاخو 1 النفط. تلعب الكرة، فاضل، سامي هين، ستار ياسين، عالية، مقطوعة الكرة من جديد. شوف فريق نادي النفط يلعب بمهاجم واحد اللي هو حيدر حسين، لا طويل قامة ولا عنده إمكانية مهارية فردية، كيف يتصرف بين 4 مدافعين مسيطرين؟ اللعب الطويل على حيدر حسين لا يجدي نفعا. هذه الكرة بينية وعلي كاظم أنقذها، لذلك يجب أن تكون مساندة من الخلف لحيدر. عادت الكرة، تعود من جديد، فاضل كريم، ركنية لمصلحة نادي النفط. لاعب وحيد لا يستطيع التصرف، يجب أن تكون هناك مساندة من الخلف. هذا أحمد صبري لعبها، كادت أن تغير مجراها لولا براعة علي كاظم اللي أنقذ مرماه. وليد كريم اللي يغيب بسبب الحرمان. ركنية الآن لمصلحة نادي النفط. جمهور زاخو يشعل المدرجات، يبتهج بالتقدم، يفرح بالعودة للصدارة. كرة ملعوبة وهناك خطأ وبطاقة صفراء لمحمد سادات. بطاقة صفراء لمحمد سادات. علما البطاقة لأمجد أو لمحمد سادات، خلينا نشوف. قد تكون إذن البطاقة لمحمد سادات. محمد سادات هذه البطاقة التاسعة إله. انذر أمام النجف مرتين ذهابا وإيابا، القرمة، الكرخ، ديالة، أربيل ونفط البصر. بالسلامة لناصر محمدو. البطاقة الخامسة في ملعب المباراة. هدفين لزاخو، 1 لنادي النفط. مباراة جميلة رائعة ما بين الفريقين. موسيس يتحدث بالإنجليزية. إذن تغييرين للنفط. باولو فيكتور راح يدخل وعمار غالب أيضا راح يدخل. تغييرين. أول تغييرات نادي النفط، عمار غالب مع باولو فيكتور، لاعب وسط ومهاجم. قد يخرج حيدر
وقد يخرج محمد سادات. كرة تلعب، محاولة من جديد، ناصر رمضان صديق يتخلص من لاعب، يلعب كرة عرضية، محمد سادات يشتت كرة، سامي هين، سامي يستحوذ على الكرة، يمررها إلى رامسيس، رامسيس عالية الكرة بالراس، تبعد إلى خارج الملعب، إلى رمية جانبية. الآن تغييرين فعلا، يخرج حيدر ويدخل باولو فيكتور، وربما محمد سادات أو رامسيس، واحد من هذين اللاعبين سيترك الملعب ويدخل عمار غالب. باولو فيكتور مع الحدود سجل في شباك القاسم. أحمد صبري اللي يترك الملعب، أحمد صبري يترك الملعب، يدخل عمار غالب، وحيدر حسين أيضا يترك الملعب ويدخل باولو فيكتور، لاعب اللي لعب للحدود ولعب في الدوري الأندونيسي. ركلة مرمى علي كاظم، 19 دقيقة تفصلنا على النهاية. 2 زاقو 1 النفط. تلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة، ناصر يتركها لرمية جانبية لمصلحة نادي زاخو أو احتسبت للنفط. فاضل كريم على التنفيذ، فاضل كريم على التنفيذ، فاضل ينفذ الرمية الجانبية، موسيس يبعدها، ديبيوتي يشتتها، أنجل يقطع الكرة، أمجد عطوان مرة أخرى محمد سادات، تذهب إلى رامسيس، رامسيس إلى سامي هين، سامي هين إلى كرار رزاق، كرار رزاق يلعب كرة طويلة، وبرافو برافو برافو الآلوسي يبعدها إلى الخارج. يوسف الآلوسي أبعد الكرة إلى الخارج. عليو آدم بدلا من رمضان صديق، اللاعب النيجيري القادم من الاتحاد الليبي. تغيير الرابع لزاخو، يخرج المدافع رمضان صديق ويدخل عليو آدم. أحمد، فاضل كريم، أحمد خالد، ستار ياسين، محمد سادات، فاضل كريم، أحمد خالد، محمد سادات، رامسيس، ستار ياسين، رامسيس من جديد، طويلة، باولو فيكتور، تشتت من يوسف الآلوسي، بالرأس من أمجد، عادت الكرة، كان اللاعب محمود الأسود، مرة أخرى عرضية بالرأس مقطوعة، ديبيوتي سريعة، عليو آدم، أحمد خالد يبعد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخ. أحمد اللي راح يغيب عن اللقاء القادم أمام الميناء حسب يعني إحصائيات، ولكن يبقى الأمر متروك. بدأ ناصر محمدو يلعب كظهير أيمن بخروج رمضان صديق، عاد ناصر محمدو إلى الخلف كظهير أيمن بخروج رمضان صديق ودخول عليو آدم. فاضل كريم على التنفيذ. نلعب الدقيقة 75 من عمر اللقاء، 2 زاخو 1 النفط. بالرأس محمد سادات، رامسيس، كرار رزاق، كرار
رامسيس كرار من جديد. سامي هين قصيرة مقطوعة. كوستافو طالت على دبيوتي. أحمد خالد. عمار غالب. عمار يحاول ومقطوعة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. كرة انقطعت من ناصر محمدو إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. فاضل كريم على التنفيذ. فاضل المباراة الخامسة على التوالي. النفط لن يفوز. كرة عادت إلى فاضل كريم. محمد سادات. باولو فيكتور. سامي هين. أنجل. أحمد خالد. بدأ النفط الآن يحاول يضغط. محمد سادات ضاعت على باولو فيكتور. تنقطع من أحمد خالد. ستار ياسين. فاضل كريم. أحمد بالشدة. أحمد خالد يتقدم للأمام، لكن هو يلعب أمام فريق كبير مثل زاخو. حذر يعود سريعا. ستار. سامي هين. كرة مقطوعة على دبيوتي. كوستافو يمر. تأخر. صعبة أصبحت. صعبة على كوستافو. وإلى رمية جانبية لمصلحة النفط. رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. أحمد خالد. عمار غالب. سامي هين. محمد سادات. رامسيس. فاضل كريم. سيطر على عمار. يهيئها من جديد إلى فاضل. فاضل عرضية خطيرة طالت. أحمد ناظم. أمجد. أحمد ناظم يمر. وكرار رزاق والكرة مقطوعة على رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. كرار. دبيوتي. وخطأ على محمد سادات. خطأ على محمد سادات. دبيوتي يتعثر. طلال يطلب بطاقة صفراء. دائما نقول الدكة بمدربها. مركزية الدكة بمدربها. ركلة حرة ملعوبة. محمود الأسود. ترتد الكرة. رمية جانبية مرة أخرى لمصلحة نادي زاخو. أنجل. أحمد خالد بذلوا مجهود رائع في مباراة اليوم. أحمد ناظم على التنفيذ. دخلنا الدقيقة 80. 11 دقيقة تفصلنا على النهاية باستثناء الوقت المحتسب بدل ضايع. عادت الكرة من جديد. محاولة أحمد ناظم. ترتد الكرة. رامسيس. وخطأ لمصلحة نادي النفط. خطأ لمصلحة نادي النفط. تلعب الكرة. أنجل. كرار. علي ياسين حارس المرمى.
أحمد خالد. تبعد الكرة من شيفان جميل إلى خارج الملعب، رمية جانبية. 80 دقيقة من عمر المواجهة، 2 زاخو 1 النفط. كرة تبعد، كوستافو ما سيطر على الكرة، أو محمود اللي ما يسيطر على الكرة. تنقطع من أحمد خالد، خطأ لمصلحة نادي زاخو. شيفان جميل على التنفيذ. بالرأس مقطوعة، محمد سادات يشتت الكرة. بدأ التعب يبين على أداء الفريقين، تعب واضح على اللاعبين وعلى أداء الفريقين. 9 دقائق بالتمام. بالرأس 8 مقابل 12 الأخطاء. رامسيس أمجد بالرأس. ناصر محمدو أمجد طالت على أمجد إلى رمية جانبية. مثل ما ذكرت ناصر عاد إلى الخلف كظهير أيمن بخروج رمضان صدقي. فاضل من جديد. باولو فيكتور، كرة مقطوعة. آدم، كرار رزاق، ستار ياسين، رامسيس، سامي هين، سامي، آدم يبعدها، سامي يستقبلها، ستار ياسين، كرة إلى محمد سادات، فاضل كريم، أحمد خالد، عمار غالب، باولو أو رامسيس اللي انتقل للجهة القريبة، وعمار إلى ركلة مرمى. يخرج محمد سادات. رضا فاضل يدخل. لاعب اللي لعب في المرحلة الأولى للجوية ومثل الأمانة. هدف مع الجوية في شباك الحدود. يدخل كمهاجم. التغيير الثالث في تشكيلة نادي النفط. ناصر محمدو على التنفيذ، رمية جانبية بالراس. أنجيل، آدم، عمار غالب، وإلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي بيار زكي. راح يخرج كوستافو. بيار زكي اللي جدد العقد مع فريق زاخو. انتهت تغييرات زاخو ب3 فترات، واحدة ما بين الشوطين وثلاثة في الشوط الثاني، 5 لاعبين، باقي تغييرين لفريق نادي النفط. رامسيس إلى كرار رزاق، كرار عالية خطيرة وأقرب لها علي كاظم، يتمكن منها ببركة.
علي يتمكن من الكرة. 5 دقائق تفصلنا و10 ثواني على الوقت الرسمي للمباراة بأكملها. واثنين زاخو 1 النفط في واحدة من المباريات الجميلة لهذا الموسم. كرة بالرأس، سامي هين، أمجد ديبيوتي، صعبة على أمجد وخطأ لمصلحة نادي النفط، صعبة كانت على أمجد. أحمد خالد على التنفيذ. تعود إلى ديبيوتي، حلوة ملعوبة خطيرة، وبيار زكي والكرة أقرب للحارس، وبطاقة بطاقة 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 حمراء، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء في المباراة، بطاقة حمراء في المباراة إلى أنجل تيشوفو 61. البطاقة 61 في دورينا حمراء، بطاقة 61 في دورينا حمراء. أنجل هذه البطاقة رقم 3 حمراء هذا الموسم لفريق نادي النفط. ديار ياخي أمام الجوية، ساميهين أمام نفط ميسان. هذه البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم للنفط، وال61 في دورينا. شوف الكرة بيار زكي، نشوف بيار. على كل حال الحكم هو اللي يقدر الحالة واعتبرها فرصة متاحة أكيدة للتسجيل. شوف، وجويل مع أحمد خالد سيغيبان عن لقاء الميناء إذا استمرت البطاقة. نشوف القرار. 3 دقائق تفصلنا على النهاية، 3 دقائق تفصلنا على النهاية. أنجل جويل، بيار زكي يشكو من إصابة، وننتظر تأكيد القرار من حكم اللقاء. ينتظر أن ينهض أنجل تيشوفو ليمنح للبطاقة. ما يجوز أن يمنح بطاقة للاعب ساقط على الأرض. نشوف مرة أخرى بالإعادة، نشوف الدخول وين، دخول على اللاعب لو على الكرة. هذه حالة يقدرها فقط حكم المباراة والمساعد القريب من الحالة، فقط هذه الحالة يقدرها حكم المباراة. وبطاقة حمراء ثالثة هذا الموسم للنفط، والبطاقة 61 في موسمنا الحالي. البطاقة الحمراء الثالثة للنفط هذا الموسم، وال61، والحكم منح البطاقة على أساس أنه أنجل جويل حرم اللاعب من فرصة أكيدة للتسجيل. يبقى القرار الأول والأخير لسيد الملعب اللي هو حكم اللقاء. إذن بطاقة حمراء بلا رجعة للفار. شوف الجمهور الجميل الراعي في هذه الليلة الرمضانية الجميلة. وزاخو يتقدم بهدفين، وما زال بيار زكي يشكو من إصابة بالسلامة بعد دخوله بقليل. على كل حال ما أعتقد أكو احتكاك أو إصابة بليغة. عموما عجلة الإسعاف تدخل لنقل اللاعب. ألف سلامة إن شاء الله، سلامة كل اللاعبين أهم من شيء. ما زلنا ننتظر 90 دقيقة الآن، دخلنا الدقيقة 90. بالسلامة لبيار. استنفذ تغييراته فريق زاخو، 5 لاعبين استنفذ تغييراته. شوف الإصابة وين. بالسلامة إن شاء الله، يعني كان الدخول على القدم، يعني ما انضرب اللاعب في مكان محدد. هذا رضا البديل.
مثل ما ذكرت زاخوس تنفذ تغييراته بتغيير 5 لاعبين، 90 دقيقة في طريقها للخلاص، ويبقى الوقت المحتسب بدل ضائع اللي يضيفه حكم اللقاء. ثمان دقائق أخرى كما حدثت في شوط المباراة الأول، و ما زلنا ننتظر وإياكم. أنجل يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء. ما زلنا ننتظر أن ينهض. إبراهيم عبد نادر المساعد لمدرب النفط عادل نعمة. هل هناك تأكيد من الفار؟ يبدو القرار يعني نهائي، وبيار زكي بالسلامة. ألف سلامة، ألف سلامة لبيار زكي. يعني لما شفنا الإعادة ماكو فد ضرب، ماكو فد، وين الألم؟ يبدو التواء أو شيء. ألف سلامة لبيار زكي، ينقل. ألف سلامة لبيار زكي. محمد جاسم مشرف الفريق، مدير الفريق. شوف الحالة، شوف 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 شوف, شوف. يعني ما تشعر اكو فد شيء يعني خطير على اللاعب، لكن يبدو التواء بقدم اليسار، يبدو التواء بقدم اليسار، قدم اليسار، والتواء يبدو قوي في قدم اليسار. هذه البطاقة الحمراء الثالثة للنفط هذا الموسم، وال61 في دورينا. ألف سلامة لبيار، وأنجل تسوفا برا الملعب. الكلام مع المساعد لا ينفع، قرار لحكم المباراة، وقلنا الحالة أقرب إلى المساعد. وأنجل تسوفا برا الملعب، وب10 لاعبين منذ الدقيقة 90 راح يكمل النفط المباراة. ثالث مرة يطرد عند لاعب. حكمنا الدولي واثق محمد. طبعا بعد الثمانية راح نضيف، واحنا عندنا مباراة قادمة، لا نريد ان ندخل في اجواء المباراة القادمة الاخرى. عندنا مباراة الكهرباء مع كربلاء، والقاسم مع الحدود. ما زلنا ننتظر. ركلة حرة. أمجد على التنفيذ. ركلة حرة لمصلحة نادي زاخو قريبة من منطقة الجزاء. أمجد تقدم وترتد من الجدار، وبالرأس تبعد من سادات مرة أخرى، وخطأ لمصلحة نادي النفط، وبطاقة صفراء. بطاقة لأمجد عطوان، بطاقة لأمجد عطوان. وغاب عن مباراة الكرخ بسبب البطاقات الخمسة، وهذه أول بطاقة بعد الخمسة والسادسة إلى هذا الموسم، السادسة إلى هذا الموسم.
كرة لعلي ياسين على التنفيذ. مقطوعة من جديد. أمجد، ناصر محمدو، شيفان جميل، أحمد خالد، سامي هين اللي عاد إلى الخلف، كرار رزاق، ستار ياسين، كرار رزاق مرة أخرى، عالية الكرة ترتد من الدفاع. ديبيوتي، هل يفلح النفط ب10 لاعبين من إدراك التعادل أم سيكون هناك كلام آخر بإضافة هدف ثالث لفريق نادي زاخو؟ كرة اللعب طويلة ملعوبة، سامي هين، ستار، أحمد خالد، كرة طويلة، ناصر محمدو، رضا فاضل، مقطوعة الكرة، آدم، موسيس، أحمد ناظم، كرة من جديد، عمار غالب، كرار رزاق، عمار، ستار ياسين، فاضل كريم، ستار، محمد سعدات، عمار، كرار عالية، وخروج حاسم من علي كاظم. دقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل ضايع، بعد ال8 أيضا راح يضيف، ممكن نوصل للدقيقة 11. ست بطاقات صفراء في ملعب المباراة. ديبيوتي، كرار، رامسيس، ديبيوتي من جديد، محمود الأسود، كرار، علي ياسين، أحمد ناظم أو موسيس من جديد، ديبيوتي، محمود، ديبيوتي يمر، والكرة مرت لحارس المرمى علي ياسين. آخر ثواني، ولكن أعتقد راح يضيف فوق ال8. أحمد خالد، أحمد، عمار، كرار، محمد سعدات، سامي هين، كرار رزاق، باولو فيكتور، تسديدة عالية برا الملعب إلى ركلته. كانت الكرة ملعوبة، شوفها بالإعادة. ندخل الدقيقة الإضافية للوقت الإضافي. رضا اللي لعب الكرة إلى الخارج، رضا فاضل، علي كاظم، زاخو في طريقه لتحقيق الفوز ال14 والعودة مجددا للصدارة. زاخو ب49 نقطة يرتقي للصدارة من جديد، والزوراء يعود للمركز الثاني بسبب المواجهات المباشرة ما بين الفريقين. هذا هو الفوز ال14 لزاخو والهزيمة ال7 للنفط هذا الموسم. كرة تعود إلى علي ياسين، شتتها من جديد. النفط سيبقى بمركز ال12. كرة ملعوبة لا ستار،
ستار الدقيقة العاشرة وكرة مقطوعة. آدم، ستار ياسين، آخر الفرص وعالية برا الملعب، ومعاها راح ننتظر صافرة الحكم الدولي واثق محمد لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز زاخو على نادي النفط بهدفين مقابل هدف واحد. رامسيس سجل الهدف الأول بالدقيقة 28، أمجد عطوان عادل من ركلة جزاء بالدقيقة 43، ديبيوتي بالدقيقة 66 سجل الهدف الثاني. إذن 10 دقائق مرت، هذه الدقيقة ال11 مثل ما توقعت، ومعاها قد تنتهي أحداث المباراة. رمية جانبية، كرار رزاق، سامي هين، ستار ياسين، عمار غالب، كرار رزاق المندفع. آخر اللحظات، تجاوزنا الدقيقة الثالثة ودخلنا الدقيقة الرابعة الإضافية، الدقيقة 12 هذه. فاضل كريم، علي ياسين، علي، طويلة الكرة، عادت مجددا. آدم، أحمد خالد، فاضل كريم، دقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل ضايع. حكم المباراة راح ينذر المدرب طلال البلوش. الوقت يمر صعب. دخلنا الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل ضايع، 5 بعد 8. كرة مرت، ديبيوتي، محمد سادات، وصافرة حكم المباراة تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز فريق زاخو على النفط بهدفين مقابل هدف واحد. زاخو يعود للصدارة من جديد. شكرا متابعتكم وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.